بالله هذه كلمة في حق الأفرقة السودانية، الهلال السوداني والمريخ السوداني. ومن حقك خويا، وأنا صراحة ظلمتهم الأفرقة زوز السودانيين اللي ما حكيتش عليهم صراحة، ما حكيتش عليهم برشا، حكيت عليهم لكن ما عطيتهمش حقهم يعني صراحة يعني. بصراحة الهلال السوداني فاجأ الناس الكل، لحد الآن مفاجئ الناس الكل. تقولوا لي متعودين ومتعودين، أنا مش متعود يا أخي، انا مش متعود. تنتصر على الاهلي المصري وتنتصر على القطن الكاميروني في المباراه الثانيه على التوالي وفي الكاميرون، انا مش متعود بهذا من الافرقه السودانيه. من الاخر خويا، المريخ السوداني كان تتذكر مباراه الترجي في تونس اللي لعبتها المباراه نتاع الاسبوع الفارط، تعبت الترجي في تونس. الترجي ربحت الدقائق الاخرى، هذا واقع وحقيقه. المباراه الكل فرجنا عليها الناس الكل، واضح. المريخ السوداني اليوم يربح بالوزداد، يعني في مباراة بالوزداد مطالب بالربح فيها، وبالوزداد من الافرقه المرشحه باش تلعب ادوار متقدمه. تحب ولا تكره، الترجي مرشح باش يلعب ادوار متقدمه. يعني كي تجي تحكي خويا، انا ما نحبش نحكي بالالغاز وبالعاطفه وكذا. كي تجي تحكي على المريخ السوداني وتحكي على الهلال السوداني، ما تحطهمش في ادوار متقدمه، تحطهم في دور مجموعات يضايقوا النوادي الكبرى، لكن باش يربحوا ويعملوا نتائج كما اللي نشوفوا فيها تو. بصراحه انا نقول لك حاجه، بالنسبه للهلال السوداني والمريخ السوداني احتمال كبير برشا يترشحوا على حساب افرقه كبيره. ونعرف فاش قاعد نقول، احتمال كبير برشا يترشحوا على حساب افرقه كبيره. وما زالت الحسابات القدام، وما زالت المباريات تثبت لكم في الايامات القادمه وفي الاسابيع القادمه. لخاطر الشيء اللي قاعد يصير تو بصراحه يعني مش كما منتظرين. يعني الافرقه الكبرى ولا الافرقه المرشحه للادوار المتقدمه، فما افرقه كبرى سنه ماهيش باش تفوت دور المجموعات، فما افرقه كبرى سنه باش تتروح من دور المجموعات. ولكن الهلال السوداني والمريخ السوداني بصراحه ما توقعتش منهم هذا، انا ما توقعتش. يعني شوف انت الترتيب نتاعهم وشوف المباريات اللي ربحوهم، زي المريخ السوداني. يعني انت تربح بشباب الوزداد اليوم وتتعادل مع الزمالك، يعني انت ما زالت مباراه الترجي في المريخ. انا ما نقولكش انا تربح الترجي، وعلاش ممكن يربح الله اعلم، ما نجيش نقول لك انا المريخ اللي شفته من المريخ علاش ما يربحش. تقول لي بالوزداد تنحولها ضربات جزاء وكذا. احنا كي نتفرجوا على الكوب دافريك ونتفرجوا على فرقه ديما عندنا مشاكل بلانتيات ومشاكل اغلاط التحكيميه. اغلاط التحكيميه في وسط اللعبه يا اخي موجوده على النوادي الكل في افريقيا. نحكي في افريقيا عندنا الاغلاط التحكيميه مع النوادي الكل. ولذا بالنسبه للمريخ السوداني والهلال السوداني، انا اشوفهم لحد الان هم عنصر المفاجاه يعني. وبالله يثبتوا على كلامي في المباريات الجايه يعني، خاصه الهلال السوداني، خاصة الهلال السوداني اللي بصراحة يعني تو يعني دخل في حسابات جدية يعني بعد انتصار على الهلال المصري والانتصار اليوم على القطن الكاميروني. يعني سيد عندهم 6 نقاط يعني، ومرتبة أولى، ويعني عارفين مرتبة أولى مؤقتة يعني لغاية ما